فيلمنا النهاردة بيبدأ ببنت فقيرة واسمها فيليسي، واللي بتكون عايشة في دار أيتام وبتحاول تهرب من الدار لكن بتفشل. وصاحبها فيكتور لما بيشوفها بيزعل منها لأنها حاولت تهرب من غيره مع إن هما دخلوا الدار دي سوا، وهي بتوعده إن المرة التانية اللي هتحاول تهرب فيها هتاخده معاها. وبتتضايق منها مديرة الدار جدا، وده لأنها حاولت تهرب من الدار، وبتقولها إنها عارفة إنها حلمها إنها تبقى راقصة باليه مشهورة، لكن مش كل الأحلام بتتحقق لأن العالم قاسي جدا. وبعدها بيوريها صاحبها فيكتور صورة لأقدم مدرسة باليه في التاريخ واللي موجودة في باريس، وبيقول لها انه في يوم من الايام هياخدها علشان تدخل المدرسة هناك، وان هو كمان هيحقق حلمه ويبقى مخترع مشهور. وبتصحى فيليسي من النوم مفزوعة بعد ما بتحلم بكابوس، وبتقوم تطمن على علبة الموسيقى بتاعتها وانها تمام. وفي الوقت ده بتتفاجئ بفيكتور وهو لابس لبس المربية بتاعتهم، وبيطلب منها انها تمشي وراه من غير ما تعمل اي صوت عشان محدش يحس بيهم. ومن سوء حظهم بيحس بيهم مشرف الدار وبيصحى وبيحاول يمسكهم، لكن بيقدروا يهربوا منه ويطلعوا على السطح. وفي الوقت ده بيظهر جناحات غريبة جدا لفيكتور، وبيقول لها انه بقاله شهور بيحاول يدرس الطريقة اللي بتطير بيها الفراخ علشان يقدر يطير هو وهي ويهربوا من الدار. بس فيليسي بتقول لفيكتور ان اصلا الفراخ مش بتطير، وبيمسك الفرخة وبيرميها من فوق علشان يتأكد، واللي بتقع فعلا على الارض. وفي الوقت ده بيظهر مشرف الدار قدامهم، فبيضطر فيكتور انه يشيل فيليسي ويطير بيها. ومن حسن حظهم بيقعوا جوه عربية قش، لكن علبة الموسيقى بتاعتها بتقع منها، وبيحاول فيكتور انه يرجعها لها تاني. وبيقدروا فعلا يهربوا من المشرف وبيركبوا القطر. لكن فيليسي بتكون زعلانة جدا، وده لأن علبة الموسيقى بتاعتها اتكسرت، لكن فيكتور بيوعدها انه هيقدر يصلحها لها، ودي لأنها الحاجة الوحيدة اللي أخدتها من الدار. ولما بيوصل القطر بيفتح العمال الباب، فبيستخبى فيكتور وفيليسي جوه صناديق من صناديق البضاعة. ولما بيوصلوا لباريس بيكونوا منبهرين جدا من جمالها، وبتسأله فيليسي على مكان المدرسة بتاعة الرقص، لكن بيكون مش عارف مكانها، وبيقولها انهم هيدوروا عليها وان ما ينفعش ابدا يتخلوا عن احلامهم. لكن فيليسي بتكون محبطة وحاسة انها مجنونة لمجرد انها فكرت انها ممكن تبقى راقصة باليرينا مشهورة. وفجأة بتلف حواليها وما بتلاقيش فيكتور، واللي بتكتشف انه وقع من على الجسر، وهو ما بيعرفش يعوم، فبيقول لها انه مش هيعرف ينط من السفينة، وبيطلب منها تقابله عند نفس الجسر ده بكرة علشان يرجعوا مع بعض تاني. فيليسي وهي ماشية في الشوارع بتبدأ تلاقي مدرسة الرقص اللي كانت شافت صورتها، ولما بتدخلها بتنبهر بجمالها جدا، وبتفضل تتفرج على الصور اللي موجودة على الحيطة لحد ما بتسمع موسيقى، فبتدخل الأوضة وبتلاقي باليرينا جميلة جدا واقفة بترقص لوحدها. لكن في الوقت ده بيدخل عامل النظافة عليها وبيمسكها من ايدها لأنه فاكرها حرامية، وبتفضل تتكلم معاه وتحاول تقنعه انها مش حرامية ولا حاجة، لكن مش بيصدقها، لحد ما بتيجي عاملة النظافة وتنقذها من ايده. وبتسألها فيليسي عن البنت اللي بترقص في الأوضة، فبتقولها عاملة النظافة ان البنت دي اسمها روزيتا، وانها أشهر راقصة باليه في الأوبرا. وقتها بتطلب منها عاملة النظافة انها تسيبها وتبعد عنها، لكن فيليسي بتقولها انها يتيمة ودي أول ليلة ليها في المدينة وما عندهاش حتة تروحها، لكن عاملة النظافة بتمشي وتسيبها وبترفض تستضيفها. لكن بتسمع فيليسي صاحبة البيت اللي ساكنة فيه عاملة النظافة وهي بتتخانق معاها، وبتقولها انها لازم تنظف السلم فورا. وقتها بتعرض عليها فيليسي انها تساعدها في تنظيف السلم، وده لانها صغيرة ومتعودة على الشغل ده اصلا من وهي في الدار. وبتوافق عاملة النظافة لان عندها اصلا مشكلة صحية في رجلها، وبتعرفها على نفسها وبتقولها انها اسمها ايديت، وبتوافق انها تفضل قاعدة معاها في البيت لحد ما تلاقي مكان لنفسها. وبتحكي فيليسي لأوديت قصتها، وانها هربت من دار الايتام مخصوص علشان تبقى باليرينا مشهورة، وانها انبهرت جدا لما شافت روزيتا وهي بترقص، لكن اوديت بترفض تساعدها. وفي الوقت ده بتسمع فيليسي صوت موسيقى وبتبص من فتحة الباب، وبيختل توازنها فبيتفتح الباب وبتدخل جوه الأوضة، وبتشوف بنت وهي بترقص، فبتتضايق جدا انها اقتحمت خصوصيتها ودخلت عليها الأوضة من غير استئذان. وبتعرفها فيليسي بنفسها وبتقولها انها بتشتغل مع اوديت، وبتسألها اذا كانت بترقص باليه، فبتقولها البنت انها بتجهز نفسها لاختبار المدرسة، وبتنبهر بيها فيليسي وبتقولها ان هي كمان نفسها تبقى راقصة باليه. لكن البنت بتتريق عليها وبتوريها نفسها في المراية وبتقولها انها مجرد خدامة وعاملة نظافة مش اكتر. وبتشوف علبة الموسيقى اللي معاها فبتاخدها وبترميها من الشباك، وبتقع تتكسر 100 حتة. فبتنزل وراها فيليسي واللي بتتضايق جدا لما بتشوفها. وفي الوقت ده بيجي ساعي بريد ومعاه جواب من الأوبرا، فبتاخده وبتروح على هناك، وبيكون الجواب عبارة عن قبول بنت اسمها كاميل انها تكون باليرينا للأوبرا. وبيشوفها حارس الأمن مرة تانية وما بيصدقش انها كاميل، وبيكون عايز ياخدها للبوليس. وبيدخل عليهم مدير الأوبرا اللي بيسأل الحارس عن فيليسي، فبيقوله انها بتدعي انها بنت اسمها كاميل وان جالها جواب قبول في الأوبرا. وبيسألها المدير إذا كانت هي فعلا كاميل ولا لأ، وبتأكد له إنها فعلا هي وإن الجواب ده جالها علشان اتقبلت في الأوبرا.
وبيدخلوها أوضة وبتلبس فعلا لبس الباليرينا. وبتدخل فيليسي الدرس وهي متقمصة شخصية كاميل، وبتلاقي بنات بتتدرب فبتبدأ تتعرف عليهم. وفجأة بيدخل حد من الباب وبتلاقيهم كلهم وقفوا صف، فبتستغرب فيليسي وبتسأل البنات عن الشخص ده وبيقولوا لها ان لويس اشهر مصمم رقصات في العالم. وبتروح فيليسي فعلا علشان تقابل فيكتور زي ما اتفقوا في نفس المكان، ووقتها بتوريله علبة الموسيقى بتاعتها اللي اتكسرت وبتطلب منه ان هو يصلحها لها. وبيقول لها انه هيحاول وانها اكيد غيرانة منه لانه اخيرا حقق حلمه وانه هيبقى مخترع مشهور، وانه هيشتغل مع الشخص اللي هيبني برج ايفل. وبتقوله فيليسي ان هي كمان حققت حلمها في يوم واحد وانها بقت طالبة باليه في دار الاوبرا، لكن هو مش بيصدقها وبيقول لها انها ما بتعرفش تكذب. لكن هي بتأكد له انها فعلا بقت طالبة في الاوبرا وبتشرح له كل اللي حصل. وبعدها بترجع فيليسي تاني على المدرسة علشان تكمل تدريباتها، لكن بيقرر لويس انه يخرج فيليسي بره الفريق بتاعه، لكن في الوقت ده بتقع بنته ورجلها بتتكسر فبيضطر ان هو يدخلها الفريق من تاني. وبعدها بتشوف فيليسي عاملة النظافة أوديت، فبتجري تستخبى منها علشان ما تشوفهاش. وبتدخل أوضة وبتتفاجئ بولد بيرقص باليه، ولما بتسأل البنات عنه بيقولوا لها ان اسمه رودي وانه من اكتر الولاد المتفوقين في الأوبرا وانه من اجملهم كمان. لكن اوديت بتشوفها وبتتضايق منها جدا وبتمشي وبتسيبها. وبتروح وراها فيليسي وبتحاول تشرح لها السبب اللي خلاها تكذب، لكن اوديت بتقول لها انها ممكن تخسر شغلها بسبب كذبتها دي. لكن فيليسي بتحاول تقنعها وبتقول لها انها طول عمرها حلمها انها تبقى باليرينا مشهورة، وانها من ساعة ما شافت روزيتا وهي بترقص وهي حاسة ان حلمها ده ممكن يتحقق. وتاني يوم بتقرر اوديت انها تساعد فيليسي، واول اختبار ليها بيكون انها تلمس الجرس من غير ما تعمل اي صوت في المية اللي موجودة تحتيها. وفعلا بتبدأ فيليسي تحاول كتير لكنها بتفشل وما بتبقاش قادرة تعملها خالص. وفي الوقت ده بتشوف ريشة بتقع جوه المية فبتفهم انها مفروض تتصرف زي الريشة بالظبط وتقلدها، وفعلا بتقدر تلمس الجرس من غير ما تعمل اي صوت. وبتفضل تتدرب لحد ما بتروح الحصة اللي بعدها، وبتعدي فيليسي فعلا مرحلة الاختبار التانية. وبتروح فيليسي لفيكتور وبتبدأ تحكيله على اللي بيحصل معاها، وهو كمان بياخدها ويوريها المكان اللي هو بيشتغل فيه. وبيبدأ لويس يلاحظ التقدم اللي بتحرزه فيليسي في التدريبات بتاعتها. ووقتها اوديت بتبدأ تسألها عن السبب اللي مخليها نفسها تبقى راقصة للدرجة دي، وبتقولها ان من وهي صغيرة وهي بتحلم انها تكون راقصة باليرينا مشهورة. وتاني يوم بتروح فيليسي للدرس وبتتفاجئ هناك بصاحبة البيت وبنتها الحقيقية كاميل، وبيكتشف المدرب انها كانت بتكذب عليه وانها مش كاميل الحقيقية. وفي الوقت ده بتدخل عليهم اوديت، ولما بتشوفها صاحبة البيت بتطردها من شغلها لانها كانت عارفة انها بتكذب وسكتت. لكن المدرب بيطلب منها انها تخلي اوديت في شغلها، وده مقابل انه هيدخل كاميل الحقيقية للفريق بتاعه. وبعدها بيتكلم مع فيليسي وبيقول لها انها كذبت وانها مش كاميل الحقيقية، لكن برضو هي اشتغلت على نفسها في التدريبات، وانه هيسيبها تتدرب معاه ولو قدرت تاخد الدور هيضمها للفريق بتاعه. وقتها بتشوف فيليسي اوديت وهي بترقص على المسرح وقت تنظيفه، وبتسأل لويس عن اوديت فبيقول لها انها كانت واحدة من اشهر راقصات الباليه في الاوبرا، لكن حصل حريق في المسرح وساعتها اضطرت انها تعتزل. فبتجري فيليسي على اوديت وبتحضنها، لكن اوديت بتقول لها ان مفيش اي وقت خالص يضيعوه وانها لازم تشد على نفسها في التدريبات. وبتتكلم اوديت مع فيليسي وبتقول لها ان عندها حاجة مش موجودة عند كاميل وهي الشغف، وانها محتاجة بس انها تعيش الموسيقى وتعيش شغفها علشان تقدر تتغلب عليها في الاختبار الاخير. وبيختار لويس فيليسي وكاميل علشان يكونوا هما الاتنين بس موجودين مع بعض في التصفيات النهائية، وان اللي هتكسب هتكون هي البنت اللي هترقص مع روزيتا في المسرحية. ووقتها بيدخل عليها رودي وبيطلب منها انها تخرج معاه بالليل في برج ايفل. وبتروح لفيكتور وبتحكي له ان رودي عايز يخرج معاها، لكن هو ما بيهتمش وبيقول لها انه عايز يشوفها بالليل الساعة 9، لكن هي بتتريق عليه ولان رودي عايز يشوفها في نفس الميعاد. ووقت ما بترجع فيليسي على البيت بتقعد معاها اوديت وبتديها الجزمة بتاعتها، فبتشكرها فيليسي وبتقول لها انها رايحة تقابل رودي بالليل في برج ايفل. لكن اوديت مش بتوافق وبتقول لها انها لازم تتدرب كتير وترتاح علشان الاختبار بتاع بكرة. لكن فيليسي بتفضل مصممة انها تروح وبتتعصب عليها اوديت، لكن فيليسي بتزعق لها وبتقول لها انها مش مامتها وانها مش المفروض انها تتحكم فيها. وبتزعل اوديت جدا، لكن فيليسي بتعتذر لها، لكن اوديت بتقول لها تروح. وبتروح فيليسي فعلا وبيحاول رودي ان هو يبهرها بكل الطرق، لكن هي ما بتنبهرش ابدا باي حاجة بيعملها. وفي الوقت ده بيكون فيكتور بيجهز نفسه للعشاء الرومانسي اللي عامله ليه هو وفيليسي مع بعض، وبيبدأ يتخيل الوضع بينهم هيكون عامل ازاي. وبتاخد فيليسي رودي وبتروح لفيكتور، واللي وقت ما بيشوفه بيبدأ يقول عليه متشرد وبيقلل منه جدا وبيتكلم معاه بأسلوب وحش. لكن فيليسي بتقوله انه ده صاحبها وان هما الاتنين متربيين مع بعض في نفس الملجأ من وهم صغيرين.
وبيتضايق فيكتور جدا لما بيحس ان فيلسي بتتكلم وهي مكسوفة منه، وبيبدأ رودي وفيكتور يتخانقوا مع بعض، فبتتعصب عليهم فيلسي وبتمشي وبتسيبهم. وتاني يوم بتصحى متأخر جدا على ميعاد التدريبات والتصفيات بتاعتها، وبسبب اللهوجة اللي هي فيها لما بتدخل ترقص قدام لجنة التحكيم بتقع، وبيطلب منها المدرب بتاعها انها تعيد الرقصة تاني لكن بتقع برضو، ووقتها بياخدوا كميل للدور، وبتقرر فيلسي انها ترجع لدار الايتام بتاعها من تاني. وبس كده. لو عايزين تعرفوا نهاية الفيلم وايه اللي هيحصل لفيلسي واذا كانت هتقدر تحقق حلمها ولا لا، اتفرجوا على الفيلم للاخر وقولوا لي رأيكم في الكومنتس. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.